السلام عليكم الغزالات ديالي، نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ورمضان المبارك سعيد. اليوم البنات جيتكم بواحد المعسلات. صراحه البنات غزالين وكيذوبوا بالفم. ما عليكم البنات الا تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تكتشفوا معايا الطريقه. صراحه زوينين البنات وبساطين، والمكونات يعني متوفرين في كل بيت. هنا البنات انا عندي نصف كاس ديال الزبده دايبه. يمكن لكم ديروا اي زبده ديال الطورق، اي زبده كتوفر عندكم. انا درت غير ديال الطاسه البنات. درت نص كاس، ودرت نص كاس ديال الماء، ودرت البنات هنا قبصه ديال الملحه، ومعلقه ديال المزهر، ومعلقه ديال الخل البنات، ودرت ساشيه ديال الفاني، وهنا درت بيضه كامله. صافي البنات انا هنا غادي نغربل الدقيق ديالي، والدقيق من النوعيه الجيده، يعني دقيق ممتاز ديال الحلويات البنات. صافي البنات، وهنا انا غادي نحرك كلشي بيديا باش ينسجموا ليا داك المكونات، وعاد غادي نبقى نضيف الدقيق. انا الدقيق البنات هنا ما درتش واحد الكميه محدوده باش نقولها لكم، انا على حسب يعني الدقيق ديالي، حيت كل دقيق وكي دايره النوعيه ديالو. صافي البنات انا هنايا يعني كنجمع حتى كنتوصل يعني القوام اللي بغيت فيه انا العجين ديالي، يعني ما يجيش قاصح وفي نفس الوقت ما يجيش يعني رطب. والعجينه البنات زوينه وما كتلصقش في اليدين. هانتوما غادي تشوفوا القوام اللي خص يجي فيه العجين ديالكم البنات. صافي انا كنضيف الدقيق غير شويه بشويه، ما كننزلش به مره واحده، يعني كنديرو هكا دفعات. والعجين البنات تجيكم على هذا الشكل هذا، حيت باقي غندخلوها للثلاجه باش تشد لينا راسها البنات، حيت فيه الزبده والحال سخون. صافي البنات انا هنا راه ما كندلكوش، انا غير درت هكا باش يدخل فيه داك الدقيق فقط البنات، ما دلكوش العجينه. انا ديتها وجبتها واحد شويه صافي وقسمتها. انا درتها هكايا يعني على جوج كويرات البنات، وغادي نديرها هكا بابي سلوفان، وغادي ندخلها للثلاجه واحد ربع ساعه باش ترتاح ليا. عاد غادي نرجعوا ان شاء الله باش نطلقوها في سطح العمل ديالنا. صافي انا غادي ندخلهم للثلاجه كما قلت لكم واحد المده ديال ربع ساعه. بعد ما غادي ترتاح نعاود نرجع معكم. انا البنات هنايا بعد ما خليت العجينه ديالي ارتاحت، انا كنخرج غير كويره وحده. انا كنرش هكايا يعني مايزينا او دقيق الذره فوق سطح العمل ديالي. هنا البنات راه مشات لي اللقطه في لويسها، انا عاودت لكم في كويره الثانيه بعد ما لويتها البنات ودرتها في البلاطو دخلتها للثلاجه، يعني تبقى هكايا متماسكه ليا. انا جيت الكويره الثانيه باش يعني ندير معكم الطريقه كيفاش يعني غادي يعني كيفاش غادي نلويها. كندير عليها النشا البنات بهذه الطريقه هذه. يعني كنطلقها البنات، هانتوما هذه غنبين لكم فيها كلشي، يعني كنطلقها حتى كيبان ليا سطح العمل ديالي كما كتشوفوا معايا. وكنعاود نطلقها بيديا مزيان حتى كتجيني متساويه البنات. كنساعد هكا بيديا ونحاول البنات نديرها هكايا مربع، يعني باش ما نضيعو في البودان ديالنا حتى حاجه. انا البنات حتى قطعه وحده ما ضاعت لي في البودان ديالي باش نعاود نطلقها ولا شي حاجه. درتها بهذه الطريقه ودرت عليها النشا كامله. ديروا مزيان البنات النشا باش تجيكم مورقه. صافي البنات انا هنا كنلويها. هنا ننتقل الفيديو باش تكون الطريقه واضحه لكم البنات. بهذه الطريقه هذه يعني كنمشيو معاها غير خطوه خطوه حتى كنتحكموا في البودان ديالنا. في الاول كتجي صراحه صعيبه شويه، ولكن غير كتوصلي الربع ديال البودان راه كتولي كتروريها بكل سهوله. انا نقنططني داك النشا مشيت غسلت يديا. انا البنات النشا والدقيق كيغزغز والعجينه وسميتو يزغزغوني ما عرفت نقولها هو كتخرج كيزغزغوني في يديا البنات. صافي هنايا البودان ديال غير كنوصل الربع ديالو. صافي راه كنروريه بكل سهوله الناس كما كتشوفوا معايا. صافي كنروريه بهذه الطريقه هذه. وخديت واحد الزديفه درت فيها شويه ديال يعني الدقيق والماء باش نلصقها البنات باش اثناء القلي باش ما تحلش ليا. صافي بهذه الطريقه هذه غادي نروري البودان ديالي، وغادي هكايا ندي شويه ونجيبو بهذه الطريقه البنات. راه ما عرفتي قطعه وحده ما ضاعت ليش فيه، يعني باش نعاود نبقى نطلقها ولا شي حاجه. غير يجي البودان مقد من الاول. صافي دابا غنديرهم في الثلاجه على ما نجمع
هاد الروينه ديال ديال مايزينا باش نلقى فين نشتغل. انا ما كنحملش البنات شي بلاصه نشتغل فيها وتكون صراحه مرونه. صافي هنايا بعد ما غادي نمسح يعني فوق سطح العمل ديالي، ان شاء الله نعاود نرجع معكم. هانتوما معايا ما تمشيو فين. صافي البنات هذا العسل راه طيبته ديجا حطيت معكم شحال مره العسل في القناه، ما بغيتش قلت ما كاين علاش نعاودو. العسل البنات بالاعشاب صراحه كيجي زوين، كندير فيه انا الخرقوم بالشكنجبير، العود ديال القرفه كيجي البنات من السم كيجي غزال. كندير غير كميسه هكا ديال اتاي باش تعطيني اللون فقط البنات. يمكن لكم ديروا الزعتر، يمكن دير لكم ديروا اي حاجه تنسموا بها العسل كيجي زوين البنات. انا هنا خديت هذاك البودن ديالي بعد ما قطعته بالطريقه هذه حتى هاد اللقطه مشات ليا، راه غادي ندير لكم في بودان الثانيه البنات. المهم كنوركو هنا درت لكم هنا تقلت شويه الفيديو قبل ما نزرب، كتوركوا عليهم هكايا في الجوانب عاد كي كتطلقوهم بحال كتدخلوا داك سميتو داك الطرق اللي على برا، بحال كتدخلوا شويه لداخل عاد كي كتطلقوا يعني بالدلاك باش منين كيطيبوا كيجيو على شكل وريضه. فهمتوني؟ نتمنى تكون الطريقه واضحه لكم، نتمنى تفهموني. صافي البنات انا بهذه الطريقه هذه كنستمر حتى يعني نطلق جامع داك هكايا الكويرات ديالي اللي قطعت بهذه الطريقه هذه، وعاد غادي نمشي للقليه البنات. صراحه البنات هاد المعسلات كيجيو زوينين وكيوجدوا في اخر لحظه البنات، وكيجيو صراحه زوينين وكيذوبوا في الفم. راه غادي تشوفوا ان شاء الله معايا في الاخر ديال الفيديو. راه يعني جربت معكم وحده جاو فتيين البنات. انا ولادي ما كياكلوش الشباكيه، ولكن صراحه هادو كيحماقوا عليهم، والمذاق ديالهم البنات كيجي فن فيهم داك يعني مذاق ديال المزهر والفاني. صراحه جاو غزالين البنات وساهلين وما كيكلفوش بزاف، ويعني خصوصا مع هاد الغلا الواحد هو اللي ينوع البنات. انا صوبت شويه ديال الشباكيه وشويه من هادو، شويه ديال البريوات، يعني شويه من كل حاجه. صراحه البنات كيجيو زوينين الا شفتم هكا تحقروهم، ولكن من غير طيبوا غتشوفوا ان شاء الله كيفاش غيوليو. راه الطرق البنات راه باين فيهم غير كيطيبوا، غير كديروا البنات ما كديروش يعني دفعه واحده، كديروا غير 3 ب3 باش كيجيو مورقين زوينين البنات. صافي هكا كتبقاي يعني كتلوحي 3 وكتبقاي تخوي عليهم الزيت من الفوق. نتوما غادي تشوفوا معايا، والعافيه دائما مهله البنات باش كيطيبوا لنا على خاطرهم. صافي انا هنايا كنخوي عليهم الزيت. البنات نسيت راسي هزه الفرشيطه كنخوي والو ما لقيت ما نخوي، عييت حيت الفرشيطه عجبت واحد الملعقه البنات، ولكن صراحه راه تورقوا البنات والله الا مورقين جاو زوينين. هكا خويو عليهم مزيان هكا الزيت من الفوق، وانتم مره قلبوهم راه كيجيو غزالين البنات. نتمنى تجربوهم. هانتم البنات انا نقرب لكم شويه. هانتم بهذه الطريقه هذه شتي راه كيبانوا بحال الوريضات، كيجيو زوينين البنات في الشكل وفي المذاق وفي كلشي وكيصلحوا حتى سميتو زعما ونافعين حتى الجيب خلاص البنات مروحه ما ديوش عليا. هانتوما البنات انا كنبقى هكايا غادا معاهم شويه بشويه، يعني حتى كيطيبوا كنحرك هكايا ونقلبهم يعني حتى كياخذوا ليا واحد اللون مذهب البنات. هانتوما كما كتشوفوا انا كنخليهم حتى كياخذوا لون واحد. هانتوما البنات كيجيو على هذا الشكل هذا، صراحه كيجيو زوينين البنات والله. البنات الا غزالين وكيذوبوا في الفم. انا ولادي كاع ما عندهم مع الشباكيه، ولكن هادو صراحه كيعجبوهم. صافي انا غندير 3 القطع اخرين، ودائما كنقصوا العافيه ديما نهزوها كنخويو عليهم يعني الزيت باش يعني كيتحلوا لينا كيتورقوا اكثر. وباش ما كانت العافيه مهيله راه كيتورقوا اكثر البنات. الا كانت العافيه مجهده يعني راه في البلاصه كيتحمروا ما كيتورقوا ما حتى شي حاجه، يقدر تلقايهم يعني مدقسين من الداخل. صافي انا بهذه الطريقه هذه كنستمر حتى كنكمل يعني هاد البودن هذا اللي قطعته، وغادي نمشي باش تشوفوا معايا الطريقه ديال الاخر. انا عاودت هنا تعمدت نعاود هنا باش يكون كلشي واضح لكم. صافي البنات انا هنايا كنقطع البودن ديالي كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه.
راه عطاني بنت تبارك الله يعني غير نص كاس ديال الزبده، راه عطانا واحد الكميه يعني كثيره البنات، وصراحه جاو زوينين. انا هنا البنات بعد ما قطعت البودن ديالي كامل بنفس الطريقه غنستمر حتى نلقاهم كاملين. هانتوما دائما كنحاولوا ندخلوا داك الجوانب شويه عاد كي كنطلقوها بالدلاك. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم. صراحه البنات كنطلع عليكم شويه والله البنات الا غير مع الخدمه راكم عارفين يد وحده كما كيقولوا راه ما كتصفقش. صافي البنات انا هنا كنستمر حتى كنقليهم كاملين البنات بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. يعني زربت الفيديو يعني درت لكم مرحله مرحله، يعني الطريقه لا تكون كلشي واضحه لكم. انا زربت الفيديو باش ما نطولش عليكم، حيت الفيديو صراحه اللي كنطول كيجي ممل للبنات. ونتمنىكم ان شاء الله دوزوا عواشركم بصحيحه والعافيه والهنا والصيام والقيام يا رب العالمين، الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. صافي البنات هنايا هذه هي القليه الاخرانيه. هنا الزيت كدير الكشكوش البنات حيت البيض. انتم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال المعسلات ديال البنات. صراحه كيجيو زوينين البنات وهشاشين وكيذوبوا في الفم كما كتشوفوا معايا. ونتمنى البنات يعني تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. صراحه البنات كيجيو زوينين وبساطين ومقادير ديالهم يعني متوفره في كل بيت. انا هنا راه زدت درت معكم وحده ثانيه باش تشوفوا يعني راه كيجيو هشاشين وكيذوبوا في الفم البنات. وكنتمنى ان شاء الله يعني يكونوا كيعجبوكم الفيديوهات اللي كنحط لكم، وشجعونا بواحد لايك واشتراك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. واللي عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناه باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. وكما كنقول لكم دائما هذا فضلا منكم وليس امرا. دمتم في رعايه الله في وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.